يعتبر المغرب والجزائر ركيزتين أساسيتين للأمن الغذائي والطاقة عالميا. المغرب خزان الغذاء العالمي. يستحوذ المغرب على ما نسبته 70% إلى 75% من الاحتياطي العالمي المؤكد من الفوسفات، بما يعادل 50 مليار طن. هذه الثروة تجعل من المملكة الفاعل الأول دوليا، ليس فقط كمصدر للمواد الخام، بل كفاعل محوري في تطوير التكنولوجيا الزراعية عبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفات. وبفضل إنتاجها الضخم من الأسمدة، يبرز المغرب كشريك استراتيجي لا غنى عنه في محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للقارات كافة. الجزائر شريان الطاقة لأوروبا. تعد الجزائر ركيزة أمن الطاقة العالمي، إذ تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 2500 مليار متر مكعب، وهي المورد الرئيسي لدول جنوب أوروبا عبر شبكة أنابيب متطورة مثل ترانميد وميد غاز. بالموازاة مع ذلك، تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 12.2 مليار برميل، مع معدل إنتاج يومي وصل في فبراير 2026 إلى نحو 973 ألف برميل، مما يمنحها ثقلا محوريا في توازنات الطاقة الدولية. بينما يساهم المغرب بشكل حاسم في مستقبل الزراعة عالميا، تضمن الجزائر استمرارية الطاقة إقليميا، مما يضع المنطقة في قلب الخارطة الجيوسياسية والاقتصادية كقوة ضاربة في القرن 21. تخيلوا لو اجتمعت طاقة الجزائر وغازها مع فوسفات المغرب وتكنولوجيته الزراعية، فإن المنطقة المغاربية ستصبح قوة اقتصادية عالمية لا تنافس. هو تحالف يضع كلا البلدين في صدارة منظومة الأمن الغذائي والطاقي للبشرية، ويجعل من التكامل بينهما مفتاحا لازدهار بلدين.